حلقتنا النهاردة عن الرز الأصفر المصري بأسهل طريقة هنعملها مع بعض، والطعم بتاعه حكاية في منتهى الجمال. رز كده تقدري تقدميه في عزوماتك، تقدري تقدميه كده في أيام رمضان على سفرتك، حاجة كده هتعجب أولادك وضيوفك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مقاديرنا عبارة عن رز مصري. معانا بقى البهارات اللي احنا هنستخدمها، معانا ورق غار، معانا عود قرفة، معانا كمان هيبقى معانا رشة بسيطة كده من القرفة الناعمة، فلفل اسود، ملح. هيكون معانا كمان كاري وكركم، وكمان هنضيف كمان رشة بسيطة جدا من الجنزبيل، وكمان معانا هنا رشة من بهارات الكبسة. انا هضيفها هنا في الرز بتاعنا الاصفر، بتدي طعم جميل جدا، لان بهارات الكبسة كده بتحس انها طعم حلو قوي. هجيب بقى حلة واحطها على النار واحط فيها مادة دهنية، واول ما تبتدي كده تسيح المادة الدهنية كده وتكون سخنة معاكي، ببتدي انزل بكل التوابل اللي انا قلت عليها في الاول خالص. بديها كده تقليبة، بكون غاسلة الرز بتاعي المصري، وببتدي انزل بقى كده على طول على المكونات كلها، وهبتدي ان انا ادي تشويحة كويسة للرز مع التوابل اللي انا ضفتها على المادة الدهنية. كل ما هتشوحي كويس الرز ده، كل ما هيديكي نتيجة كويسة جدا في الاخر. اهم حاجة ان الرز بتاعك مش هيطلع كده لا ملزق ولا متعجن ولا اي حاجة خالص. خلاص. وانا هنا حطيت رشة بسيطة جدا لان انا حاطة عود قرفة. كل الحاجات دي سهل ان انت بعد كده تطلعيها، سواء العود القرفة او سواء الورق اللورا. كمان انا نسيت اقول لكم برضو في المقادير ان انا ضفت كده رشه بسيطه جدا جدا من الهيل المطحون، رشه بسيطه جدا جدا هيل مطحون. خلاص. ببتدي ان انا ازود بقى كده بعد ما شوحت الرز بتاعنا تشويحه كويسه، ابتديت ان انا ازوده بالشوربه. والشوربه هنا بتديه طعم حلو جدا، يعني انا عايزه كده حاجه تكون محترمه اقدمها على السفره بتاعتي. اي بقى شوربه موجوده عندك بتبتدي ان انت تضيفيها، بس لازم تكون الشوربه سخنه. بتاخد كده مستوى الشوربه اللي انا بضيفها بتكون فوق مستوى الرز بعقله صباع. بسيبه بقى لحد كده ما يبتدي كده يتشرب، ببتدي ان انا اهدي عليه النار واسيبه لحد ما الرز بتاعنا يبتدي يستوي. بعد كده بطلع الورق اللورا وبطلع العود القرفه كده على جنب، وابتدي اقدم الرز بتاعي. بيتهيألي مفيش اي مشكله خالص، الطريقه بسيطه وسهله جدا. طبعا احنا عارفين ان اكترنا بيقدموه مع الرز البسمتي، بس صدقيني برضو بينفع قوي برضو مع الرز المصري بتاعنا، وبيبقى طعم بتاعه فيه منتهى الجمال. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.